طبعا آخر بث مباشر اللي هو كان قبل يومين أو 3 أيام كان شوية قبيح، كان شوية قاسي. حتى أنا كي عاود تفرجت ولقيت باللي كان شوية فيه حرورية، وكان فيه شوية انفعال، فيه شوية تأقلم مع الوضع الخرائي الذي تمر به البلاد، والحمد لله. أقول لملك المغرب وللنظام المغربي بكل أجهزته: قد تدفعون أحرار الجزائر وأنا واحد منهم. النظام الجزائري بعد النكسة تاع 31 أكتوبر الماضي في الأمم المتحدة، واللي هو عضو مجلس الأمن، قال لك راح نديروا ثورة في مجلس الأمن، ولا في مجلس الأمن ساكن ما يقدرش ما يفوتي، امتنع عن التصويت. وبعد البث المباشر تلقيت العديد من الاتصالات من زملاء وأصدقاء وبعض الإخوة، قالوا لي يا بن زديرة كنت شوية حار وكذا، وكنت شوية قاسي والحل قال لك شوية نقص شوية. كاش مشكل؟ لأنكم تبالغون في استفزازنا باسم الصحراء الشرقية. مفيش حاجة اسمها الصحراء الشرقية، ولا يمكن أن تكون هناك حاجة اسمها الصحراء الشرقية. أنا في قضية اللي هو حاد دم فادو فيها، يعيش بها. واش أحسن فيها تريح ترانكيل، وجد روحك لعمك ترامب يعطيك للراس ولا تمشي. اليوم قررت أني نقص، هذا قبل ما ندخل البث المباشر. اليوم في النهار قلت لواحد، قلت ما يروحش بعيد، بالعقل برك نساعفوا، رانا في مستشفى المجانين، رانا في زريبة، نساعفوا. فأنتم قد تدفعوننا إلى هذا الخيار، وهو إما أن نجمد أو نوقف تماما صراعنا مع المافيا العسكرية، لأنكم تدفعوننا إلى زاوية، وهي أنكم تطمعون في أراضينا. ترأس اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول عروضا منها ترقية مقاطعات إدارية بالهضاب العليا والجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات، متابعة تقدم أشغال إنجاز منجم جارج بيلات، وخط السكة الحديدية المنجمية تندوف بشار. رايحين موريتانيا يقول لهم افتحوا السفارة تاع الجمهورية الصحراوية في نواكشوط. خلاص راهي تنفذ في أنفاسها الأخيرة البوليزاريو وكل ما جاورها، ينفذ في أنفاسهم الأخيرة. غدوة ترامب يقرر يقول لك راهي منظمة إرهابية، أول واحد يدور ضد البوليزاريو هو النظام الجزائري لأنه نظام جبانة. إنجاز أشغال المركز الاستشفائي الجامعي بسعة 500 سرير بقسنطينة، واقتناء تجهيزات خاصة لفائدة مؤسسة دعم تطوير الرقمنة. وبعد قاعد وحدي هكذا مريح حتى نقرأ بيان مجلس الوزراء. قريت بيان مجلس الوزراء، عاود قرقشتي مخ. يعني لقيت روحي باللي الشيء اللي قررته انني نقعد عاقل ونقعد ناس ملاح ونقعد، قلت ما ينفعش، ما تقدرش تقعد عاقل ترونكيل، تقعد ناس ملاح وتهضر بالملاحة وبظرافة، وانت تشوف في زريبة الإعلام مستمرة في توزيع الوعي الخرائي على الشعب حتى تنتهي الهجمة أو يخرج الملك ويعلن صراحة بأنها أي مغربي، خلونا كاين بعض الأجانب هكذا المرتزقة ما نحكوش عليهم، أن يقول أن أي مغربي ما عندوش الحق باش يشكك في حدود الجزائر، مثل ما أن أي جزائري ما عندوش الحق باش يشكك في حدود المغرب. غير هذاك جماعة بوليزار معلم غير يوجدوا روحهم يهربوا من الجزائر، سين الله يسلمهم للملكان، سلموهم للملكان. نعم، شوف يسموا يرهجوا في الشعب، يرهجوا في القاشي، وانت تقرأ وتسكت. ما نقدرش نسكت. إذا لم يخرج الملك المغربي ويقول هذا الكلام، فهذا يعني أننا قد نستنتج أنه موافق عليه، أو على الأقل أنه لا ينزعج منه،
وهذا كما قلت قد يدفعنا كما دفع أحرار الجزائر في 63 أن يوقفوا معركتهم مع نظام الحكم. أتمنى أن تصل الرسالة وتصل جيدا. شرفني فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون باستقبالي اليوم كرئيس للبنك الإفريقي للتنمية، وكانت هذه مناسبة لتقديم خالص الشكر لفخامته على الدعم القوي الذي حظيت به عند ترشيحي من طرف الجمهورية الإسلامية الموريتانية لرئاسة البنك الإفريقي للتنمية. قلنا إذن موريتانيا ما همش أغبياء، قالوا لهم لا ما يفتحوش سفارة. ايش تفتح سفارة؟ هذا خلاص كادافر ولا كادافر بوليزاريوس، جثة هامدة، قالوا وينو. كذلك كانت فرصة لتعبير عن تقدير البنك الإفريقي للتنمية لمستوى التنمية في الجزائر والآفاق الواعدة لنقل التجربة الجزائرية في مجالات عديدة مثل الإسكان وتحديث المياه وغيرها إلى الدول الإفريقية. ماهيش مشكله، خليه يطبع. شوف نقول لك حاجه ابراهيم، نقول لك لا بكون فاهمك حاجه، نعاودوا نولوا هذيك الكلمه اللي قلناها كي بدينا يستحمروا في الشعب المغربي. نقول لك علاش راهم كيفاش يقولوا سمير يظهروا له ويبينوا له باللي التطبيع جاء بثمار، فهمتني؟ جاء بمكتسبات. هذا هو الشيء اللي جاب الفايده. هما علاش راهم الفيفا وجميع يعني كما يقولوا المختلف الهيئات المجالات، ماهيش حاجه الرياضه، راهم يعطوا لهم بزاف تظاهرات ويقولوا باش يقنعوا الشعب المغربي انه التطبيع هو الوسيله الوحيده. حبيت نفكرك نظام مطبع، ما نامنش بالكلام. نظام مطبع، اسمع كل شيء مباح، اسمعني، كل شيء عادي. اسمع